السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام بركات، اتش ار اند اوبريشنز مانجر لشركه فتح الله سوليوشنز. فتح الله سوليوشنز هي الشريك الاستراتيجي لشركه كود زون. انا شغال بقالي 12 سنه في الاتش ار، اشتغلت في كل الفانكشن بتاعت الاتش ار لغايه ما وصلت للاتش ار اند اوبريشنز مانجر لاكتر من 10 شركات سواء جوه مصر او بره مصر. احنا ابتدينا في الكورسات والتريننج بقالنا تقريبا 5 سنين. في الخمس سنين دول عملنا كورسات كتير جدا عن الاتش ار وعن غير الاتش ار. هنتكلم النهارده على كورس البيرول اند بيرسونال. احنا ليه بنتميز في الكورسات بتاعتنا كلها؟ لان تقريبا 75% منها عملي و25% منها نظري. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك جاي عشان خاطر تاخد كورس، تسمع كلمتين وتاخد شهاده اخر الكورس، اكيد مكانك مش هنا. احنا هنا هو عاوزين حد يبقى عاوز يتعلم، عاوز يطلع يشتغل فعليا ويبقى قوي، يقدر اللي هو يشتغل في الحاجه. احنا الكورس بتاع البيرول اند بيرسونال احنا بنتكلم فيه واخدينه من 4 قوانين: قانون العمل، قانون التامينات، قانون الضرائب على المرتبات، قانون الطفل. ال4 قوانين دول احنا جايبين الخلاصه بتاعتهم في قسم البيرول اند بيرسونال. اي شركه من الشركات الكبيره هتلاقي فيها قسم اسمه بيرول وبيرسونال. القسم دوت بيبقى مسؤول عن ملفات الموظفين من اول ما الموظف يدخل معايا، مرورا بقى بالاتندنس بتاعه، بالميديكال انشورنس، بالسوشيال انشورنس، بالليبر اوفيس، بكل شغل المكتب العمل والتامينات، بالمصوغات التعيين بتاعه الموظف، بالاتندنس بتاعه، الحضور والانصراف، بالاجازات، بالاذونات، بكشف المرتبات، بالضرائب على المرتبات، بكل حاجته، باللوائح، بالسياسات، باللوائح التشغيل، بالجزاءات، بالتحقيقات، كل ما يخص قسم شؤون العاملين والمرتبات احنا حطيناه في الكورس ده. انت هتطلع من الكورس ده ان شاء الله هتبقى عندك خبره من سنه لسنتين في المجال، كأنك شغال في مجال البيرول اند بيرسونال بقالك سنتين، وده ضمننا ليك. لو انت ما طلعتش ومستواك ما كانش كده مش هتكمل معايا الكورس، هتاخد كورس جديد تاني فور فري 100%، وده اللي انا اضمنه لك. ليه؟ لان احنا بنستهدف نطلع ناس تعرف تشتغل، مش ناس تيجي تاخد كورس وتمشي واحنا كملنا عدد وخلاص. اتمنى ان انتوا تشرفونا، اتمنى ان انتوا تحضروا معانا، اتمنى ان شاء الله كلنا نستفيد مع بعض. انا اسلام بركات، شرفت بيك. شكرا، سلام عليكم.